ناديه كره السله قربنا من. والحقيقه البطوله اللي تنظمت في عيون في كره السله اناث وكذلك السباحه هي من بين البطولات 56 بطوله المنظمه على المستوى الوطني في اطار البرنامج السنوي اللي كتنظم وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي بدعمين والجامعه الملكيه المغربيه للرياضه المدرسيه. والبطوله الوطنيه في حد ذاتها ماشي غايه، وانما البطوله هي محطه من المحطات اللي تيجيو تلامذ من جميع المؤسسات المملكه المغربيه، يمثلوا الجهات ويمثلوا المديريات ويمثلوا المؤسسات ديالهم. الرباط السلام القنيطره حيدوا صاحبي ما بقى نجي الترباط سلام قال بقى نبدا بالناس الرباط مسك البحر الشق ديالها اولا التنوع الرياضي، العداله المجاليه، الانصاف ما بين الاناث والذكور، التربيه الدامجه والمحافظه على البيئه، وتحاولوا ننزلوا هذه الامور كلها لان باعتبارهم سفراء المؤسسات ديالهم. فالتلاميذ اللي هنا كيجيو هذه البطولات يعيشوا لحظات اولا في الاقامه وفي التعامل مع الزملاء ديالهم داخل الفنادق وكذلك في الملاعب الرياضيه. والملاعب الرياضيه تكتشفوا جميع الملاعب الرياضيه اللي تكون في المدينه لانها تكون اقصائيات عاد تنوصلوا للبطوله النهائيات فاش نديروا في واحد يعني في فضاء معنى اولا اكتشاف عبر الرياضه المجال الرياضي داخل المدينه، ثم كذلك زيارات المعارض، زيارات المتاحف، زيارات الثقافي. إبداع ثم كاين المبدا ديال احترام البيئه اللي تكون في عمليه التشجير وتوقيع الميثاق، وهادو كلهم سلوكات اللي كتمشي مع الرياضه. وبالتالي البطوله هي مركب لواحد المجموعه ديال الانشطه ثقافيه رياضيه اللي تتحمل قيم